عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كان عن امتحانات الدور الثاني، فقلت الحقكم بالفيديو ده عن الكليات. انا بنفس الطقم بس قلت الحقكم كده في السريع عشان الفيديوهين ينزلوا ورا بعض. جاي اكلمكم عن 5 كليات بتاخد من 50%، كليات مش معاهد، 5 كليات بتاخد من مجموع 50% فيما فوق. تمام، علشان اللي هينجح ان شاء الله ويجي يخش كليه ما يبقاش محتاج. هقول لكم على كليات تخليكم تحققوا حلمكم، تخشوا هندسه وطب وتطلعوا دكاتره ومهندسين ومحاسبين وكل حاجه من 50%. الطريق هيبقى طويل شويه عن الطريق اللي انتوا كنتوا عايزينه، بس في الاخر هتوصلوا لحلمكم. يمكن ربنا حط لكم اختبار وما حبش ان انتوا تمشوا الطريق على طول، حابه ان انتوا يبقى قدامكم عقبات في الطريق شويه تعطلكم شويه، بس في الاخر هتوصلوا. هقول لكم على 5 كليات بتجيب من مجموع 50% وبتخليكم تطلعوا دكاتره ومهندسين من 50% زي ما قلت لكم. بس قبل ما نبدا وقبل ما اقول لكم ايه هي الكليات دي، هنعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم الجديد، وتعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الطلاب، وهتكتبوا لي كومنت تحت برايكم. تمام. قبل ما ابدا عايزه اتكلم معاكم شويه. عايزه اقول لكم ان ايا كان اللي انت فيه، انا مش عايزاك تبقى زعلان ما تقعدش تجلد في نفسك. يعني قدر الله ما شاء فعل، والخير فيما اختاره الله. ربنا لو رايد ان احنا نعدي من اول مره هنعدي، بس ده اختبار من ربنا، ويا بخت اللي ربنا بيختبره في الدنيا احسن ما ربنا يختبره في الاخره. ايا كان انت ايه اللي مضايقك، انت اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. ربنا كسرك اول مره هيكبرك تاني مره، وان شاء الله خير. وزي ما قلت لكم الكليات دي هتعوضكم شويه عن اللي انتوا كنتوا عايزينه، اللي كان عايز يبقى دكتور، اللي كان عايز يبقى مهندس، واللي كان عايز يبقى محاسب، كل ده هقوله لكم. ف هنبتدي دلوقتي نقول الكليات، فما تنسوش لايك. يلا بينا. ومعانا اول كليه. بص، معانا اول كليه. الكليه دي بتاخد من مجموع 50%، وهي كليه تربيه نوعيه. الكليه دي بتطبطب على قلب اللي كانوا عايزين يخشوا فنون تطبيقيه بجد. يعني اي حد كان عايز يخش فنون تطبيقيه وما لحقهاش يعمل اختبارات تربيه نوعيه وهيخشها. تمام. دي اول كليه وبتطبطب على قلب الطلبه، فيها مجالات كتير جدا 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 جدا. بالمناسبه لو انتوا عايزيني اتكلم عن اي كليه من اللي انا هتكلم عليها في الفيديو ده، اكتبوا لي في الكومنتس تحت. هكتب لكم عن كل كليه مجالاتها وانواعها، والمجالات اللي جوه عامله ازاي، وهل ليها فرص شغل بعد كده ولا لا. بس اكتبوا لي في الكومنتس تحت عشان اعرف اكتر كليه انتوا عايزينها. تمام. تاني كليه معانا وهي كليه تربيه رياضيه. كليه التربيه الرياضيه من الكليات بصوا الجميله جدا جدا جدا، اللي حقيقي 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 يعني مجالاتها واسعه وبتاخد من 50%، وفيها مجالات كتير جدا وبتعمل مبادئ كتير جدا. الكليه دي يعني بتطلع منها مدرب في نوادي، مش نوادي بقى اللي جنب بيتي وبيتك، لا نوادي كبيره. وبتبقى اخصائي تغذيه، وبتبقى مدرب يعني للاصابات اللي بتحصل للعيبه. فبتاخد كتير قوي وبيبقى ليها شغل جامد قوي، وبتاخد من 50% يا جماعه. وبجد بجد بجد كليه مش معهد، بجد من احسن الكليات اللي الواحد يعني. انا شخصيا ندمت ان انا ما كنتش عامله لها الاختبارات ودخلتها. حرفيا من احسن الكليات بجد، ومجالاتها واسعه جدا. تمام. تالت كليه بقى، ودي بتطبطب على قلب بتوع علم علوم شويه، وعلم رياضه برضه، عشان اللي عاوز يطلع مهندس هيطلع، اللي عايز يطلع دكتور هيطلع، اللي عايز يطلع اي حاجه. الكليه دي شبيك لبيك احلامك بين ايديك. الكليه دي كليه زراعه. الكليه دي بتطلع منها مهندس، بتطلع منها دكتور، بتطلع منها اخصائي تغذيه. فيعني بتطلع منها كذا حاجه. عايز تخش تبقى مهندس بتخش قسم زراعه وبتتخرج تبقى مهندس زراعي. طيب عايز تبقى دكتور بتخش زراعه قسم تحاليل بتطلع دكتور تحاليل. بص يعني بتحقق لك احلامك. الكليه دي بتحقق لك احلامك. رابع كليه معانا وهي كليه برضو دي يعني كليه لطيفه جدا ولذيذه جدا، وبصوا يعني بجد انا اتبسطت جدا فيها، وهي كليه خدمه اجتماعيه. كليه خدمه اجتماعيه مجالاتها واسعه. انا لما دخلتها في الاول ما كنتش فاهماها، والكليه دي انا ممكن اتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل لان انا الكليه دي عايشه فيها. الكليه دي كل اللي يسمع خدمه اجتماعيه دي ملهاش مستقبل، ملهاش شغل. كليه خدمه اجتماعيه شغلها واسع جدا جدا جدا، وفي كل مكان حتى، في المدارس، في المستشفيات، في النوادي، في العيادات، في كل حته هتلاقوا حد من خدمه اجتماعيه. ليه؟ لان انت بتحتاج اخصائي اجتماعي، بتحتاج دكتور تخاطب، بتحتاج بص يعني هي مجالاتها واسعه وبتدرس كل المجالات. يعني كليه خدمه اجتماعيه بتدرس كل اللي الكليات بتدرسه حرفيا. فهي كليه جميله جدا ولذيذه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، وبتطبطب على الطلبه. انت يا حبيبي ما جبتش مجموع، تعالى انا هاخدك عندي.
والله يا جماعه من ألذ الكليات حرفيا، ومجالاتها واسعه. اسعى فيها واجتهد واعمل دبلومه، هتبقى دكتور. دكتور. تمام. الكليه الخامسه، ودي كليه دي بقى بتطبطب على علم الرياضه اكتر، علم الرياضه بس. ليه بقى؟ لان دي اجاب قسم جغرافيا، تطلع منها مهندس مساحه. انا عايزه ابقى مهندس، خش اداب جغرافيا اطلع منها مهندس مساحه. الكليات دي بتاخد من 50% فيما فوق، يعني من اول 50% لحد 60% مثلا. تمام. تمام. فانت كده معاك 5 كليات، تختار منهم الكليه اللي انت عايزها وتقعد تحط رجل على رجل، تشوف الكليه اللي انت عاوزها بمجموعه. فيعني يا رب اكون فدتكم وطمنتكم شويه ان انتوا هتلاقوا كليات. وزي ما قلت لكم انتوا يعني ربنا حطكم في اختبار صعب. انت عايز تبقى دكتور وانت عايز تبقى دكتوره، انت عايز تبقى مهندس وانت عايز تبقي مهندسه او اخصائيه. فليكوا الكليات دي. عندكم 5 كليات، كليات مش معاهد، هتخشوها وهتجيبوا مجموع فيها. معاهد هتخشوها وهتحققوا اللي انتوا عايزينه. يمكن ربنا مرضاش ان انتوا تمشوا الطريق سهل، حابه ان انتوا تحطوا لكم عقبات شويه علشان لما تمشوا تعرفوا قيمه المكان اللي انتوا فيه. فيعني هنقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، والخيره فيما اختاره الله، ربنا اللي اختار لنا ده. فاحنا مش هنعترض ومش هنزعل، وهنقول الحمد لله وربنا يوفقكم يا رب وتعدوا الامتحانات الدور التاني، وهنزل لكم فيديوهات تاني. بس اعملوا لايك واشتراك في القناه عشان القناه تكبر، وتعملوا شير الفيديو ده عشان يوصل لكل الطلاب اللي جايبين 50% فيما فوق، وتكتبوا لي كومنت تحت برايكم. وبس كده، توحشوني جدا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.